بص يا كابتن، النهارده بقى الحلقه عايزينك تبدا من اليمين. لا معلش، هبدأ النهارده من الشمال. طيب ممكن نبدا الحلقه وانت من ورا وتطلع قدام. لا، الحلقة كلها بقى خليها المرة دي على القاعد، وانا هفضل واقف كل حلقة يعني ولا ايه؟ مش فاهم. روق بس يا كابتن. حبيبي تسلم ايدك. غير لي الاصفر خليها. طيب ممكن يا كابتن البدله نفتحها شويه. مع المرة دي من غير بدل، خلينا المرة دي كده سيمي فورمال، اللي هو القميص الابيض الفت ده هيبقى مظبوط عليا. طب يا كابتن ايه المشكله؟ ما هي ده العادي، احنا كل مره بنعمل العادي، ايه المشكله النهارده؟ العادي انت تعمل العادي، النهارده يوم مش عادي. اشمعنى؟ ما تسمعش على كلمي؟ مصارعة التيران لعبة اسبانية شهيرة، بيبقى ملعب كبير بيطلعوا فيه طور هايج وبيوقفوا قدام واحد لابس بدله شكلها غريب جدا وفي ايده عبايه او فوطه حمراء، وظيفته ان هو يروض الطور ده من غير ما الطور يزعله، وبيبقى مروض تيران قد الدنيا. الوظيفه دي بقى اسمها التوريرو بالاسباني طبعا. حلقه النهارده عن مروض تيران، بس الملعب مختلف شويه، فنان غير تقليدي متمرد وقليل الادب بره الملعب وجوه الملعب، قاطع ودانه ومش مستني يسمع حد. الطاعه عنده بره المنهج، والعصيان والتمرد ادمان. لعيب كوره ما بيجريش وما بيتزحلقش وما بيزعقش وما بيحتفلش، وفي نفس الوقت قادر يدمدم فرقه كامله بنص لمس ويهلفت التخين فيهم ولا يطرف له جفن. ومع انه كان ساحر، بس رفض يشترك في السيرك الجديد المسمى بالكره الحديثه. الساحر الحقيقي، الماجيكو، الارتيستا، التوريرو، خوان ريكيلمي مواليد شهر يونيو 1978 في بيونس ايرس في الارجنتين. زمان واحنا صغيرين لما كنا بنلعب كوره في الشارع كنا بنتضرب لما بنرجع متاخر. خوان ريكيلمي بقى كان العكس، ابوه كان بيضربه عشان ينزل يلعب كوره في الشارع. ايوه يا سيدي، السيد رومان ريكيلمي كان زعيم عصابات على قده يعني كده صغير، كان بياخد الواد علشان يلعب بيه ماتشات مراهنات، ولو الولد مش قادر كان بيضربه. ما هو اكل العيش مر بقى. بينضم لفريق شباب اسمه ارجنتينيوس جونيورز، وده الفريق بالمناسبه اللي طلع مارادونا، ومن الفريق ده بيروح لبوكا جونيورز وبيتم تصعيده للفريق الاول سنه 96 وهو يا دوب 18 سنه. ريكيلمي بيبدأ مشواره مع نادي بوكا جونيورز كلاعب أساسي في مسيرة بتمتد ل4 سنين، بيقدر يحقق خلالها الدوري الأرجنتيني 3 مرات، وبينفجر في الملعب الشهير باسم لا بومبونيرا. بالمناسبة لا بومبونيرا دي بالأسباني عشان الأرجنتين بتتكلم أسباني. نتهد بقى ونسكت؟ لا إزاي؟ ده كمان بيقدر يساعد فريقه يكسب بطولة كأس الانتركونتيننتال بعد ما بيكسبوا ريال مدريد 2-1. مين بقى كان رجل المباراة؟ أيوه بالظبط، هو خوان ريكيلمي. اداء فردي عظيم بيخلي عيون اوروبا كلها بتلمع، وبيتعاقد مع نادي برشلونه الاسباني سنه 2002. بس بقى هو ده التاريخ؟ للاسف لا. لويس فان جال مدرب برشلونه وقتها بيفاجئ الجميع. هو قال واد الكره في رجله حلوه، بس ايه ياض، مفيش ضغط، مفيش التحامات، زرار السرعه عندك ملخلخ زي دراع البلاي ستيشن القديم، ايه معلق مش شغال. الفرقه كلها بتلعب كره سريعه، الكره تيجي عند رجله وتقف، هو هيرقص بس طلع الكره بسرعه وحياه ابوه. ايه يا اخويا مالك واقف مبلم كده ليه؟ وبيتم الحكم على التجربه بالفشل، وبالفعل بيقرر برشلونه يلغي التعاقد علشان تبدا فتره التالق الثانيه والاهم في مسيره خوان ريكيلمي. انا هلعب مع الخسران يا رزق. انا هلعب مع الخسران. مين فينا مش فاكر الجمله دي من فيلم الحريف؟ فيا ريال فريق في الدوري الاسباني الممتاز، فريق لسه صاعد ما بقالوش كام سنه، بيدور على شكل فني معين، هويه تقدر تخليه ينافس الفرق الكبيره في الدوري الاسباني، فبيقرر التعاقد مع خوان ريكيلمي المطرود يا عيني من برشلونه. بيساهم بشكل كبير ان فيا ريال يصعد لدوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخه. الله، طب ما الواد شغال اهو، امال ايه بقى؟ مش بس كده، ده كمان بيقدر يساعد فريقه ان هم يوصلوا لنص نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2005 2006. بيودع دوري ابطال اوروبا من دور نص النهائي قصاد جيل عظيم جدا من ارسنال الانجليزي، في ذكرى مؤلمه جدا لريكيلمي، وخاصه انه ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 90 في مباراه الذهاب اللي خلصت لارسنال 1-0 في موسم عالمي بيخلصوا فيها ريال في المركز الثالث في الدوري الاسباني. الموسم اللي بعده عشان هو لعيب مزاجنجي نقدر نقول بدأت تظهر مشاكل اسمها مشاكل ريكيلمية لاتينية. معلش يا جماعة مش هقدر اتمرن النهاردة. صح نسيت، النهاردة عيد ميلاد ابني. هنا؟ لا في الأرجنتين. اسبقوا انتوا وانا هحصلكم علشان نادي فيا ريال يبتدي يحس ان اللعيب ابتدى يتدلع بزياده، وخصوصا لما وصلوا لمرحله ان طلبات اللاعب بقت اوامر. بيقرر رئيس النادي ان هو لو فضل الحال بالشكل ده لا شد حيلك واتكل على الله. ريكيلمي فجاه بيقول ايه ده هو انا عشان مش عايز اتمرن وعايز العب بمزاجي واروح واجي براحتي وقت ما احب تقوموا انتوا اللي تزعلوا؟ وبيتقمص جامد جدا وبيقرر يرجع الارجنتين، بلاها غربه وبلدي اولى بيا. نقول بس كده خلاص مشوارنا مع الكره الجميله اللي بيقدمها انتهى؟ لا بالعكس، سنة 2007 بيقرر ريكيلمي يرجع لبيته الأول بوكا جونيورز، وفي أول موسم ليه معاهم
بيحقق بطولة كأس الكوبا ليبرتادوريس. بس كده؟ لا كفيني. طب ريكيلمي كمان هداف البطولة، وخد عندك 2 دوري أرجنتيني 2008 و2011، وده يرتلطش في فرق أمريكا الجنوبية ولا شغله حد. يمكن سجله مع المنتخب الأرجنتيني ما كانش بالقوة الكافية، لكن يكفيني ان اقول لك انه حقق معاهم ذهبية بكين 2008 وهو بيسلم الكورة لجيل ذهبي على رأسهم صديقه وزميله في الفريق ليونيل ميسي. ده غير دوره في وصول منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا سنة 2007. هو بيخسروا قدام البرازيل 3-0، بس بياخد جايزة أفضل لاعب في البطولة علشان يقرر يعتزل سنة 2014، وبتخلص القصة هنا. لا بتخلص القصة بجد. لو سألته عن سبب اعتزاله هتلاقيه بيقول لك فقدت الشغف، أنا والكرة الحديثة ما اتفقناش، مش فاهمها قوي بصراحة. مسيرة انتهت طبقا للغة الأرقام 160 هدف و200 أسيست، مسيرة الواحد من أعظم فناني كرة القدم وآخر مركز 10 كلاسيكي في منتخب الأرجنتين. ليه بقى ريكيلمي؟ يعني علشان ابان صايع وفاهم كوره والحاجات دي يعني. بهزر. لا وانا كده صايع وما وريش حاجه. بالنسبه لبفهم كوره دي مش متاكد. ريكيلمي كان لعيب مزاجنجي جدا، يمكن جزء من تربيته اللي ما كانش سوي مخليه دايما عايز يهين الخصم اللي قدامه، يعني تحس كده كانه بينتقم من شيء. اتعلم في الشارع وهو صغير لغه بينطقها برجله، بيحركها بعينه وبقلبه قبل ما يلمسها. لعيب كده زي ما بنقول لعيب رايق، ودول موجودين كتير على فكره، بس هم يعني بيحتاجوا معامله خاصه. معلش هيتعبك معاه في التعامل، بس بعد كده هيتعب اي فرقه هتلعبه. عيال كده بيبقى عندها موهبه بنسميها موهبه ربانيه، يمكن هو مش خريج مدرسه لغات، بس لو مش عارف عرفه، هيفرق معاك وهيخلي لفريقك طعم ولون. من اساسيات كره القدم اللي المفروض اللاعب يتعلمها من وهو صغير فن المراوغه. والمراوغه لو هنقول كلام كتب يعني وكده هم نوعين مالهمش تالت، المراوغه بالجسد والمراوغه بالكره. في تدريبات معينه للناشئ عشان يتقن فن المراوغه، وطبعا لو حب يجرب حاجه عادي سيبه يجرب، يمكن يوصل لحته تانية. طبعا احنا نوع المراوغه الوحيد اللي نعرفه هي مراوغه المباريات، اللي هو احنا هنعشمك ان في ماتش كوره تتفرج عليه تفتح التلفزيون تلاقي رياضه تانية خالص. يعني مثلا هنا هتلاقي ريكيلمي ميل بجسمه، تحس انه هيستلم الكوره وفجاه بيسيبها تعدي، اللاعب اتثبت مسمار في مكانه. هنا بقى لو لاعب حب يخلي الصراع بدني هيكلفته بحته شراب كده، وهنا طبعا السرو طالع من رجله مسطره، عارف هي رايحه لمين وليه. بس مش المراوغه بس اللي نجح فيها، حتى في الكرات الثابته رجله كانت مرزبه، والكره تطلع من رجله تحب حضن الشبكه قوي. اصل مش طبيعي انك تلاقي واحد زي ميسي بيقول كنت احب مشاهده ريكيلمي وانا صغير، لقد كان قدوتي. هو اكيد ما قالهاش من فراغ. يعني من الاخر لما تلاقي لعيب عندك عايز يجرب حاجه سيبه يجربها، ما هو لو ما جربش هيطلع عيل بهتان وبيسلم الكره ويستلمها وخلاص، وهيطلعوا كلهم شبه بعض عاملين زي المكن، كلهم بيعملوا نفس الحاجه بنفس الستايل ومفيش اي جديد يقدموه. وجود لعيب زي دوت يقدر يساعدنا ازاي؟ خلينا كده نتخيل موقف 1-1 ناحيه رايه الكورنر من عند اليمين. المفروض والطبيعي ان اللعيب ده هيمسح بكرامه المدافع الارض ويعدي، يلعب واحده في الجون، يلعب واحده المهاجم جاي من ورا يجيبها جون، المهم انه هيلاقي حل. دلوقتي لا انا زهقت من الاجنحه الطايره دي والله. يعني هو دلوقتي اللاعب بقى بيستلم الكوره ويفضل يجري لغايه ما يخبط في حاجه خشب، ويلاقي عيال صغيره واقفه حواليه تقول له ما تحاسب يا كابتن الاعلانات الله يبارك لك، ولو ربنا كرمه بنعمه العقل هتلاقيه استلم الكوره وقف عليها ويرجع بيها للباك، والباك يرجع بيها للمساك، والمساك للجون، ونبدا الهجمه من اول ونضيف. كوره اقسم بالله خلت عين الواحد تصدع وتزغلل وينام من كتر الملل. وظيفه المدرب انه لو لقى عنده واحد ريكيلمي كده يعني يبدا يعلمه يطوره. بمعنى لو الواد مش محترم عادي على فكره سيبه مش محترم في الملعب وعلمه الاحترام بره. اناني قول له يباصي ازاي، يمكن ما يباصيش في الاول، ما سمعش كلامك اول مرتين، بس مع الثالثه اول ما يبدا يسمع الكلام هتلاقي الباص طالع من رجله مظبوط. سيبه وهو هيطلع قماش مش تركنه. لحد ما اغلب اللعيبه الحريفه بقوا محابيس دكه. انا عارف ان اللعيب المزاجنجي دماغه صعبه شويه، بس معلش اصبر عليه، او اقول لك انت ممكن تصعده وهو عيل صغير دماغه لسه ما نشفتش واقلبه على الكوره مظبوط. وهنا عيل صغير اقصد بيها 17 او 18 سنه، علشان ما فيش حاجه اسمها ناشئ تحت 28 سنه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ ما تقول انت في ايه؟ ريكيلمي ما ينفعش سكه في برشلونه علشان الكره الحديثه. معاك حق، هو عقليته كده ما كانتش جايبه سكه معاهم، واحنا كمان الكره الحديثه مش جايبه سكه معانا. طب ما بدل ما نقفلها نجرب نريكيلمي كام تجربه كده، ما يمكن. ودي كانت نهايه حلقه التوريرو ريكيلمي من كابتن كورنر. ما تنساش تعمل لايك، لو ما عجبتكش الحلقه اعمل لايك واكتب كومنت هي ما عجبتكش ليه. ما تنساش السبسكرايب. يلا سلام عليكم.